المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: السفير في الساوطيون بيطرس يعقد ندوة للمواطنين المقيمين في غوتنبرغ السويدية. دعوة للحفاظ على الحياة البرية في مديرية فورتساوا. الحوادث المرورية تسفر عن خسائر تبلغ أكثر من 42 مليون نقطة. إنزال أمريكي على ناقلة روسية يشعل التوتر في الأطلسي. ترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية. وكولومبيا والولايات المتحدة تتفقان على التخفيف من حدة التوتر. أهلا بكم مشاهدينا. عقد السفير في الساوطيون بيطروس سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد عقد ندوة للمواطنين المقيمين في غوتنبرغ السويدية ركزت على التقدم المحرز في برامج التنمية الوطنية والوضع الراهن في المنطقة. وقدم السفير في الساوطيون تهانيه للشعب الإريتري في الداخل والخارج بمناسبة حلول العام الجديد وأعياد الميلاد، مشيرا إلى دور الأسر والمنظمات الوطنية والمجتمعات للحفاظ على التاريخ والثقافة والقيم، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد في هذه الجوانب باعتبارها ركائز أمن وجودنا واستمراريتنا، كما ذكر بضرورة تعزيز وتطوير المنظمات لضمان فعالية العمل. وقال السفير في الساوطيون بيطروس أن إريتريا صمدت في وجه الكثير من التحديات وحافظت على سيادتها وسلامها، وتجري أنشطة دبلوماسية ناجحة تخدم المصالح الثنائية المشتركة لجيرانها في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والشرق الأوسط. هذا وشرح كل من مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الدول الاسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد، رئيس شؤون القنصلية السيد يماني قبر كدان، شرح إرشادات الخدمات القنصلية والجهود المبذولة لضمان كفاءتها. من جانبهم أكد المشاركون التزامهم بتعزيز مؤسساتهم والمساهمة في إنجاح البرامج الوطنية. أفاد خبراء الحياة البرية أن ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية في مديرية فورتساوا تساهم في إثراء موارد الغابات والحياة البرية. وذكر مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية سيد ولدان سيتسفي أنه تمت المحافظة على الغابات والأشجار المعمرة وإحياء الحياة البرية المنقرضة بفضل الثقافة البيئية الواعية للمجتمع. وأضاف أن الأشجار المعمرة على طول ضفاف وادي ساوا وواكاي وأشدة وهوشيت وتقربة وغيرها أصبحت مصدرا للغذاء والمأوى للحيوانات البرية والحيوانات الأليفة، وأنه تم تخصيص محمية طبيعية على ضواحي تقربة مع بداية هذا العام. وأشار الشاب والدب هبتاي من مراقبة الغابات والحياة البرية بدوره إلى أن إثراء موارد الأشجار تسهم في إعادة الحياة البرية إلى سابق عهدها، وحث السكان على مواصلة ذلك لأن الحفاظ على الغابات والحياة البرية مهمة جماعية. أفاد المكتب المركزي لشرطة المرور الإريترية أنه تم تسجيل أكثر من 4000 حادث مروري على مستوى البلاد أسفرت عن مصرع 129 مواطن وخسائر مادية تزيد عن 42 مليون نقفة في الفترة من الأول من نوفمبر من عام 2024 وحتى 30 من نوفمبر لعام 2025. وتعرض 679 مواطن لإصابات بالغة و1285 آخرين لإصابات طفيفة في الحوادث المسجلة في تلك الفترة، والبالغة 4056 حادثا. وبحسب التقرير لقي 30 شخصا مصرعهم وسجلت خسائر تبلغ أو تجاوزت 16 ملايين نقفة في أكثر من 2500 حادث مروري في الإقليم الأوسط و410 حادث في إقليم القاشبركة، أسفر عن مصرع 49 شخص وخسائر تجاوزت 5.5 مليون نقفة، كما لقي 25 مواطنا مصرعهم وخسائر تجاوزت 8.4 مليون نقفة في 366 حادثا في الإقليم الجنوبي. وأضاف أنه سجل 355 حادثا في إقليم شمال البحر الأحمر أسفر عن مقتل 14 شخص وخسائر تجاوزت 7.4 ملايين نقفة، بينما أسفر 304 حادث في إقليم عنسبة عن مقتل 10 أشخاص وخسائر تجاوزت 3.6 مليون نقفة. وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة وخسارة مادية تجاوزت 600 ألف نقفة في حادث واحد سجل في إقليم جنوب البحر الأحمر.
وذكر التقرير أنه عند النظر إلى عدد الحوادث المسجلة خلال 394 يوما حسب الفئة العمرية، فإن 2216 حادثا، أي ما نسبته حوالي 55%، ارتكبها مواطنون تتراوح أعمارهم بين 19 و 44 عاما. وتشير سجلات تحقيقات الحوادث إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث هي عدم إعطاء الأولوية والقيادة المتهورة، وعدم الحفاظ على التباعد بين المركبات، والرجوع للخلف بشكل غير صحيح، وعدم الالتزام بالمسار، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة. ذكر مدير مديرية ملقي السيد زراء إبراهيم مدراء إدارات الضواحي على العمل بجد لتعزيز أنشطة الحفاظ على المياه والتربة، وأشار إلى طبيعة المنطقة المليئة بالمنحدرات والمهددة في نفس الوقت بخطر الانجراف عبر دراسة سبل إصحاح البيئة والاستفادة منها في تنمية الأراضي الزراعية المجاورة. وأوضح أهمية مشاركة المجتمع في تطوير ودعم مؤسسات الخدمات الاجتماعية وأنشطة الحفاظ على المياه والتربة، مما يساهم بدوره في رفع الإنتاجية الزراعية والإصحاح البيئي. وأشاد المدير التنفيذي لمديرية ملقية السيد انطاب ولدو بدوره بالدور الذي قام به مدراء إدارات الضواحي في تعزيز دور المجتمع في إنجاز أعمال بناء فصول دراسية إضافية وإقامة سور لمقبرة الشهداء وحصد محاصيل أسر الشهداء، بالإضافة إلى إعلان خلو المديرية من ممارسة العادات الضارة. وقدم المشاركون الاقتراحات والتوصيات التي تناولت تأمين المياه الصالحة للشرب وحل مشكلة المواصلات، بالإضافة إلى فتح مكتب لدفع الضرائب. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب تقارير عملية الإنزال الأمريكية على متن ناقلة النفط مارا نيرا التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي. وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل الروسية أن القوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط الروسية مارا نيرا في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، مشيرة إلى انقطاع الاتصال مع الناقلة. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر مطلعة أن خفر السواحل الأمريكي حاول اعتراض الناقلة في ظروف جوية عاصفة رغم وجود أصول بحرية روسية في المنطقة لتأمينها، من بينها قواصة وسفن مرافقة، في خطوة وصفتها موسكو بأنها تصعيد خطير. وفي المقابل أكد مسؤولون أمريكون لوسائل إعلام غربية نجاح العملية، مشيرين إلى أن السفينة باتت تحت السيطرة الأمريكية في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لملاحقة ومصادرة ناقلات أسطول الظل المرتبطة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كيانا تابعا لها، قال أنها تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية. ولم يذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أسماء هذه المنظمات، لكنه قال أنها تروج لسياسات مناخية راديكالية وحوكمة عالمية وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية. وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تعد الولايات المتحدة عضوا فيها أو طرفا فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترتيبات تجرى لعقد لقاء مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض بواشنطن، وذلك بعد محادثات بينهما، وذلك بعد أيام فقط من تهديد كولومبيا بإمكانية شن عملية عسكرية. وأشار ترامب إلى أنه يتم التنسيق حاليا بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الكولومبي لعقد اجتماع بين الرئيسين بالبيت الأبيض. من جهتها قالت وسائل إعلام كولومبية أن الرئيس بيترو تحدث مع ترامب لأكثر من 20 دقيقة، وأن المكالمة كانت ودية، بينما قال بيترو أنه تحدث هاتفيا مع ترامب لأول مرة وأطلعه على جهود لمصادرة المخدرات، وأكد له أنه ستتم مصادرة 3000 طن منها بنهاية السنة. وأضاف التلفزيون الكولومبي أن الرئيس غوستافو بيترو طلب من ترامب إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوغوتا وواشنطن، لأنه إذا انقطع الحوار ستندلع الحرب، وقد علمنا التاريخ ذلك.
أجلت السلطات الفلبينية نحو 3000 شخص من منطقة قال مسؤولون أنها معرضة لخطر سلسلة من الثورات البركانية الطفيفة الأكثر نشاطا، وذلك بعد ساعات من زلزال شديد بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة جنوبي الفلبين. وذكر مسؤولون في مقاطعة الباي أن قوات الجيش والشرطة وفرق الحد من الكوارث ساعدت في إجلاء أكثر من 3000 شخص تعيش داخل نطاق 6 كيلومترات من فوهة البركان، وهي منطقة حددها المسؤولون منذ فترة طويلة كمنطقة خطر دائم، ووضعت حولها علامات تحذيرية خرسانية. ورفعت مانيلا مستوى الإنذار حول بركان مايون في مقاطعة الباي الشمالية الشرقية إلى المستوى الثالث من أصل 5 مستويات بعد رصد تساقط متقطع لصخور بعضها بحجم السيارات من فوهته في الأيام الأخيرة، إلى جانب تدفقات بركانية فتاتية مميتة من شظايا الصخور شديدة السخونة والرماد والغاز. مشاهدينا، قبل الختام يكون تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. سفير في السازون بيتروس يعقد ندوة المواطنين المقيمين في غوتنبرغ السويدية. دعوة للحفاظ على الحياة البرية في مديرية فورت ساوا. الحوادث المرورية تسفر عن خسائر تبلغ أكثر من 42 مليون نقطة. إنذار أمريكي على ناقلة روسية يشعل التوتر في الأطلسي. وترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية. وكولومبيا والولايات المتحدة تتفقان على التخفيف من حدة التوتر. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.